عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. مساء النور، مساء الفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جيتكم فيديو جديد، وصفه جديده باش نعملوا جرينات فلفل محشي يعمل 66 كيف. برشا طلبوا مني الفلفل المحشي بالدجاج. هاني عاودته، ولو اني عملته راني في القناه، هاني عاودته هيك معاكم. حسيلوا وصفه سهله على الاخر، سهله وحويجه هيك دباره للغدي. الاكثريه اني طيبوا في الغدي، ولا تحبوا هيك للعشاء. لأن كملت قليتهم، عملت هيك الكونتيتي هذيا، ريت الكونتيتي هذيا عملتها بزوز صدوره نتاع دجاج. حاسيلو ما شاء الله الخير والبركه، لان هذايا مش نقسموا اني على اثنين. حاسيلو دويتكم ولا نشهيكم شوفوا هيك هيك المنظر يعمل كيف. اني الحقيقه نحبه على الاخر الفلفل المحشي، ملي اني صغيره نحبه، وفرحت برشا كي طلبوا مني فلفل محشي بالدجاج. حاسيلو نحب زيد نرحب بالمشتركين الجدد اللي دخلوا معنا للقناه. نرحب بكم برشا. نقول لكم ان شاء الله يعجبكم محتوى القناه، وان شاء الله ينال استحسانكم. زيد نطلب اللي اول مره تشوفني مازالت ماهيش مشتركه معايا في القناه، تنزل عليك السابونين الموجود تحت الفيديو علامه الاشتراك، تنضم معنا للعائله متاعنا الصغيره. ونقول لكم هيك فرجه ممتعه، ما تنساوش تعطوني رايكم في التعليقات. باهي البنات، لنا للمكونات نتاع الفلفل المحشي. حضرت كيما تشوفوا هيك فيا جرينات، اما المره هذه ما حبيتش ناخذهم لكن القرن الكبير. حاسيلو خذيت هيك جرينات ظراف بهيك باهيين هاوينهم، لان بالعاني خذيته الكولور هذايا قلت يجي شكل مفلفل شوي، ولو انه هو الفلفل المحشي راهو الاغلبيه يجي حلو، معناها ماهوش حار. خذيت لنا للدجاج بطبيعه الحال غسلته ونظفته بالباهي، غسلته هكا بالخل. كيما تشوفوا زوز صدوره نتاع دجاج، زوز هاوين باش نعملوا بالدجاج. نحسوا هكا بالدجاج اخف ابار كل شيء، نحسوا اخف من اللحم المفروم. باهي خذيت لنا 130 غرام فرماج رابي، شويه معناه الفرماج انتم والكونتيتي اللي باش تعملوه. خذيت لنا عظمه، حطيت 3 عظمات، وعيني ميزاني معناها الله اعلم نزيد والا نقص، والاكثريه باش نقص. حضرت لنا هيك 3 بصلات، وحضرت ربطه معدنوس غسلتها وحضرتها نظفتها. باهي بالنسبه للفاح، خذيت مغرفه صغيره ملح، خذيت شطر مغرفه صغيره فلفل اكحل، خذيت شطر راس ثوم قشرته وهرسته، مغرفه صغيره فلفل احمر، وشطر مغرفه صغيره كركم، وتابل وكرويه مغرفه الاثنين مع بعضهم. وخذيت شويه نعناع شايحه، هذه باش نخليوها في الاخر، هذه تحط مع المعدنوس. حتصيروا حطيتها فرد صحن دخلت في الفاح. اول حاجه باش ناخذ الزر الدجاج باش نفرمه، لان باش نقصوا هكاك ترونشيت ونحطوا في الهشوار. بطبيعه الحال مانيش مش نحطوا معناها هيك الكل كايه الكعبه معناها كامله، نعاونوا هكا الهشوار باش ترحي على روحها. كيما قلت لكم انتم والكونتيتي راهو مش تحطوا معناها تاخذوا اقل مني هيك فلفل وتحطوا زوز صدور. لأن حطيت كسرونه هيك بالزيت، حطيت الزيت يسخن باش نحضر سيي. توا معناها فرمت الدجاج كيما هيك تشوفوا فيه سيي. توا باش نقص البصل اللي شفتوه هيك في اول الفيديو، باش نقصوا هيك ترانشيت وباش نحطوا يتقلى في الزيت يبدا سخون. توا البنات كيما شفتوني بعد ما حطيت كسرونه حطيت الزيت يسخن باش نقص لهني البصل. كيما شفتوا من بكري راهم 3 روسه، لان الراس قسمته على 2 باش نجم نقص.
تولي هيك سافا خاطر فما بصله كبيره هيك سافا. حطيت معناها زوز روس والا بصله كبيره هيك يزي. هنا البنات سيي الزيت سخن، نحطوا نقبلوا البصل. والا نجموا نفرموها. ريتوا البصل اني ساعات البصل المثال والثوم اش نعملوا؟ نحطوا الكل هيك في الهشوار مع الدجاج ومع الفيح ونفرمهم الكل هيك مع بعضهم، يعني نرحيهم الكل مع بعضهم. توا هيك حبيت نبدل لكم الطريقه على خاطر مش معتمده الحقيقه. كي تلقاني نزرب نحط الكل هيك مع بعضه وتجيب بنينه. هو اصلا معناها كي ترحيه ريتوا الفيح ترحيه مع الدجاج معناها يدخل الفيح في وسط الدجاج. توا البنات كيما شفتوا هيك البصله سيء معناها ذبالت. توا نحطوا هيك الدجاج. ريتوا الدجاجه نحاولوا نرفسوه هيك بالباهي كيما قلت لكم، خاطر مفروم يلصق الكل هيك في بعض. حاولوا نرفسوه بالباهي باش ندخلوا في وسط الزيت. وتوا باش نحطوا الفيح الا النعناع. الفيح الكل كيا نحطوا الثوم والكرويه والتابل والفلفل الاكحل والكركم والفلفل الاحمر والملح. ريتوا لنا نزيدوا هيك نرفسوها باش نزيدوا نحلوه هيك الدجاج نرفسوه بالباهي، وفي نفس الوقت باش ندخلوا الفيح هيك في وسطه. وديجا هاني قلت لكم الطريقه الاخرى معناها نتاعي اني اسهل على الاخر. تفرموا هيك كل شيء مع بعض وتسخنوا الزيت وتحطوا للي ما تفرجتش معناها فيه الفيديو، وتسخنوا الزيت وتحطوا ديريكت الخليط هذاك بتاع الدجاج. توا لنا ما نزيدوش ماء، خليه يطيب على روحه بطبيعته باش يسيب الماء نتاعو. نخليه لين يسيب الماء ولين ينشح من الماء جمله. توا مادام طابلنا الدجاج نتاعنا نحضروا له المعدنوس، على خاطر كي باش يطيب اني المعدنوس نحطه في وسط كيف نسكر الغاز نحطه معناها على الخليط هذاك نتاع الدجاج باش يذبل هكا شويه بالبخار. لنا البنات سي باش نطفي عليها. شوفوا سي لين هيك قرت الزيت نتاعها وشيحه من الماء. شوفوا ها باهي. توا كيما قلت لكم باش نحط لها المعدنوس، نحط لها الساعه النعناع شايح. اذا كان ما عندكمش نعناع شايح وريقاتك حطوهم في الاير فراي كيما عملت هاني توا. حطيت لنا النعناع خارج ريحه بنينه على الاخر باهي. وتوا باش نزيد كيما قلت لكم المعدنوس باش يذبل بالفابور مادام هي سخونه. خليوها هكاك دريجين ومن بعد نعريو عليها نخليوها تبرد. بطبيعه الحال معناها الحشو نتاع لازم بارد معناها باش نكملوا نحضروا باهي. نغطيو عليها ونرجع لكم وقت اللي تبرد.
توا البنات بعد ما برد الخليط اللي حضرناه وذبل لك المعدنوس كما تشوفوا فيه، لنا باش نقص الفلفل. ريتوا القسم تاع الفلفل لازمها مستويه. ديجا اني وريتكم القرن كيفاش معناها كيف معناها نوقفوا القرن ما يتيحش منا، فهمتوا؟ حسيلو يلزم القصه تجي مستويه. وريتوا الخلطة هذيك اللي البنات راهو تنجموا تعملوا قراع بوتزينة معاها، مع الفلفل تنجموا تعملوا تحشيو هكا كعيبات بطاطا يولي فندق غلة كيف نفس الحشو. تنجموا مثال هكا بتنجان، البتنجان يبدا الكعيبة تبدا هيك ظريفة تتقسم معناها على 2 ولا تتحط لكوليكي إذا كانت صغيرة برشا. تنجموا معناها تزيدوا معناها كشوية خضرة، مش كان فلفل أكاهو. باهي لنا قصيت قرن الفلفل نلقاه هكا معناها مسخ كامل الداخل. بعد ما قصيته وغسلته مشيت نغسل فيه لمحل. قلت لكم الخلطة اللي أني عملتها هذه الكوليكية، حسيلو فضل منها هيك شوية وجبت عندي جرينات هكا بقلوتي، خاطر بقلوتي طويل شوية فهمتوا، مش هكا صغيرين معناها الجرينات صغيرين. المفيد بيه ريتو كي يفضل الحشو تنجموا معناها كيما قلت لكم اي خضره تحشيوها، طماطم اي خضره تنجموا هكا تحشيوها. زيت ما نعرفش قلت لكم ولا بطاطا حسيلو. اني ماني حبذت نعمل فلفل اكاهو معناها ان شاء الله هيك مره اخرى نعملوا كالفندق الغله. حسيت لنا كملت قصيتهم وكملت ركحتهم وكل شيء الجرينات. توا زدتك الفرماج رابي ولنا باش نزيدك بالعظم، ما نحطوش الكل البنات كيما قلت لكم معناها انتي والخليط. لنا كسرت 3 كعيبات خلطهم نلقاها الحشو ميزالك الا عاقد هكا شوي. زدت لنا حسيلو في الجمله حطيت 5 كعبات عظم. وساعات نحط مثال زوز كهو. اول حاجه انت والكبر نتاع العظمه، وثاني حاجه انت والكونتيتي راهو نتاع الخليط معناها، وانت والكونتيتي نتاع الدجاج. باهي لنا البنات نحطوا هكا الحشو نبداو نحشيو معناها الجرين هكا الفلفل ونحاولوا كان نضربوه شويه على رخامه باش يهبط معناها نضمنوا اللي القرن المعبي فهمتوا. ولكن في نفس الوقت ما نعبيوش برشا نخليو حكايه 2-3 ملم مهمش معناها مش واصل لهم الحشو. علاش؟ باش كيف نقليوه ما يخرجش معناها الحشو يخرج كي يتعبى اكثر من اللازم فهمتوا. حاسيلو كيما هيك تشوفوا معناها نعبيو هيك بالقرين والقرن اللي نعبيه نغطسوا في الفرينه باش علاش نغطسوا في الفرينه؟ باش يتسكر لي معناها ما يخرجش معناها الحشو منه. باش نعمرهم الكوليكيه ديجا حطيت الطاجين يسخن، الطاجين حطيته هيك بالزيت حطيته يسخن ومعناها لي طون اللي هو سخن اللي اني كملت الكعيبات. وكما قلت لكم الجرين اللي يتعمل ديريكت نغطسوا في الفرينه. هي بطبيعتها الفرينه راهي باش تشرب معناها مش نخليه الصحن كيف مش تشرب معناها شويه هيك من الفوق فهمتوا. حتى كيف قليتوا معناها الفلفل نلقاه شارب الفرينه شاربه معناها. حسيلوا هذا ما هما الجرينات. ما شاء الله معناها تسمى عملت لي الخير والبركه. وكما قلت لكم زدت الجرينات اللي قلت لكم عليهم 4 قرون فلفل معناها عادي البقلوتي. حطيت هيك طاجين باهي معبي هيك بالزيت، نحطوا الجرينات هيك
كيما شفتوني البنات قليتو هيك ملول كيما على الفم نتاعو كيما نقولوا هيك احنا، ومن بعد تالي ندوروا هيك نقليوه على الجهتين، ملول على الجهه من اللوطه ومن بعد تالي نقلبوه على الجهه الاخرانيه. والغاز لازمه متوسط ماهوش قوي، معناها ماهوش الغاز قوي باش ما يقعدش الخليطه كلها معناها ني من الداخل. هذوما البنات الجرينات الفلفل كيما هيك تشوفوا فيهم يعملوا 66 كيف، طريقه هيك سهله على الاخر على الاخر على الاخر كيما شفتوا، وما شاء الله تعمل الخير والبركه معناها متاع عيله. ريتو اني هذايا مثال مش نقسموه على اثنين، مش نطيبوا الكل هكايا، ما شاء الله يعمل الخير والبركه. حسيلوا ان شاء الله هيك تعجبكم الوصفه نتاعي، ونقول لكم ان شاء الله هيك نتلاقاو في فيديو جديد، وما تنساوش تخليوا لي رايكم في التعليقات، وتنقول لكم بسلامه.